معناها نسقى نشري مثال اون ديتاي. شو هذا موديول أثنغر تفاصيل، مادة علمية ندرسها بتفاصيلها المنهجية بالتفصيل. لذلك هذا المعنى عن السند لقي ابن المبارك قال كلام في هذا الموضوع، قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني بلولاش السند فاش يسند الحديث أديوها لكل يوم أدين لا شو يبغى. سمحتي نقيمك أن تصير في الحومة بعد كي على بالك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. نشوف ديالنا صافي ماشي واحد يفتح فمو يقول واش يحب يقصر في الحومة ويقول لا لازم السند يكون السند صحيح. لذلك الإمام ابن المبارك عبد الله بن المبارك يدلل الإسناد من الدين أنه سوى مثلا. لذلك ربي سبحانه يتأكد في كل زمان ولا يقرشن ولا يحافظ في السنن في صلى الله عليه وسلم. صافي كنا نفهم باللي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي ميراث النبوة تلك اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أشكون هم الجهابذة اللي حافظوا على السنة واللي خدموا السنة؟ كثر. تذكر الإمام البخاري سلمى سعد بركي الشيخ رواه الإمام البخاري، الإمام مسلم، أبو داود، ابن ماجه، الإمام مالك، الإمام أحمد في مسنده، الترمذي، يقول كذلك كامل ذي العلماء يمسنوان يمقرنان يوفق ربي سبحانه باش الحفظ والحرزان السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. أكل مازال جميع العلماء هؤلاء العلماء الكبار الذين أفرزهم الواقع وتستقبلتهم بالقبول، هؤلاء علماء أعلام يمتازون برجاحة العقل وعلو الهمة والفهم والتقوى والورع. لذلك شرفهم الله بخدمة السنة. العلماء قالت مثلا يظل المستوى عليه نقاص. أما ذي الإيمان، أما ذي الخوف ربي خطر يستقبل ثاني ودول تسوى ربي خاطر اللي خاف ربي ما تخافش. الإنجيل ربي بالمشيئة، حنا القرآن الكريم محفوظ في الصدور قبل السطور، محفوظ في الصدور قبل السطور. أذكر مرة في مدينة من المدن في خارج الجزائر صلاة الفجر جاء واحد في الصيف 12 سنة راح يجبد واحد المصحف القرآن ماهوش هكذا، لقى آية داخلة في آية، هذا 12 سنة. والإمام الله يذكره بالخير كي كمل صلاة الفجر قال له أروح طفل تاع 12 سنة يحفظ القرآن الكريم وانتبه إلى وجود تزوير وتحريف في كتاب الله عز وجل. هذا هو القرآن في القرآن، وما أدراك شي كلمة واحدة أخرى واش قرآن. حبيت نقول لكم الدرس هذا نقولوا باللي سنة النبي صلى الله عليه وسلم خدموها رجال علماء أعلام عندهم الإيمان، عندهم التقوى، عندهم الورع، عندهم الفهم، عندهم بزاف صفات ندرسوها مع بعض. طيب حنا نأكدوا ونركزوا على الإمام مالك. كل العلماء عندهم وزنهم، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، كل الأئمة عندهم وزنهم وقيمتهم، وكما اسمهم العلماء علماء أعلام، سيدي بول أقطار في العلم، لهم وزنهم لهم قيمتهم. ولكن في هذه الحلقات العلمية نركزوا على إمام دار الهجرة اللي هو الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، ونشرحوا الموطأ تاعو. أكيد في الحلقة القادمة إن شاء الله نبداو في تفاصيل متعلقة بتدوين السنة وأنواع التدوين في السنة، نتكلموا عن المسانيد، نتكلموا عن الموطئات، ونتكلموا على كل هذه الأنواع في اللقاء القادم. مش اليوم، راني اليوم مازلت في المقدمة، لا نخدم اللي قبل ما ندخل في الإمام مالك نشرحوا ممكن بالترجمة عليه، نتكلم شوية عن تعريف السنة. مادام الموضوع كله يدور حول هذا الموضوع، لو كان قلت دير لي تعريف السنة، ما هو تعريف السنة النبوي؟ تقول لي
كيفاش نعرفها؟ نعرفها بتعريف الأصوليين ولا بتعريف المحدثين ولا بتعريف الفقهاء. لكن صبروا معايا يا جماعة الخير، الشرح إن شاء الله السوي يوثيف. خاطر ثلاثة لو كان مانيش خارج، لو كان خارج المسجد نسأل أي واحد نقول السنة اللي خدعت النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له مبروك عليك، عندك 10 لا ريبونس جوست. مي في الجامع حنا نطلعوا النيفو نتكلموا على تعريف السنة بهذه المعايير عند الأصوليين، عند المحدثين علماء الحديث، وعند ألف نشرح. نقول السنة النبوية في تعريف الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع من قول أو فعل أو تقرير. La conclusion، ثلاثة أنواع في السنة حسب الأصوليين. السنة القولية ألف باء، السنة العملية جيم، السنة التقريرية. نشرحها اللي يعرف إن شاء الله في الإعادة الإفادة، واللي ما يعرفش يعرف إن شاء الله. السنة القولية يعني ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال على سبيل التشريع في مسائل يدينا في الشريعة صلى الله عليه وسلم. مثلا ما دين عليه الصلاة والسلام أديني أطلب الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. داوال يدينا النبي صلى الله عليه وسلم. ما ديني مثلا حديث صحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث صحيح. معنى الإمام واش الدور نتاع الإمام؟ يؤتم به. ما نقدروش نقول الله أكبر حتى نقول الشيخ الله أكبر. ما نقدروش نسلم نركعوا حتى يركع. ما يجيش واحد يدير رايو، بغا يدير رايو يصلي وحده. هاي تصلي وحدك تكمل الركعة، ولكن ممكن تكمل القراءة والشيخ مازال ما كملش، انتظر. ما تقولش هو الشيخ طول شوية في الفاتحة. ما شاء أرجو أنا ما يركع فركع. وبعدين باش كيف كمل التحيات قال لك كملت السلام عليكم، ما تخرجش حتى يسلم الشيخ. تقول لي ما هو الدليل؟ نقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. اسم إمام معناه المأموم يتبع تابع. هذا حديث آخر من النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر المختار، وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. باش غادي ذا شو وزاد النية في عبادتنا، في جميع العبادات وجميع المعاملات. السنة الفعلية العملية ذلك يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان كاين غادي يتزلط غادي يتزلط راك يتزلط صدير الانسان راه في راسنا. ينادي الحديث الصحيح إن صلوا كما رأيتموني أصلي، صلت أنا كنبث ولا ظلم. سي بور سا اللي في الصلاة تبقى الإحرام ونركع ونسجد إلى آخره. لي ديتاي أنت تسنت ماشي في القرآن، وسنت في السنة العملية. الوضوء حديث عثمان بن عفان يولي لنا كيفاش كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتوضا، كيفاش يصلي في الحج، كيف نطوف، كيف يكون الطواف، لوروبير الحجر الأسود. ترى واحد يقول يدير طواف كيما يحب، يقول دير الطواف حتى نشبع، دير 14 24 ليسونسيال سورتو لي جون. سبور فيها عباده. لا ما عندكش حق، لازم تبدا بالحجر الأسود، هذا يكون لوروبير تاعك، ودير 7 شواط، و3 شواط الاولين فيها امور، فيها احكام، وكيفاش دير الاطباع، يعني كاين تفاصيل هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها. وكيدير الصفا والمروه تدير من حبيت كيما واحد لقى في المروه قال شنو المروه سي غادي مشوز كيف بدا بالمروه، راح من المروه الصفا شوط، من الصفا المروه شوط. بالنسبه لي سي بون نسيكريتو، ما يبداش من يحب، يبدا من الصفا، خاطر بقال ان الصفا والمروه من شعائر الله، ما قالش ان المروه والصفا. نبدا من حيث بدا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم اكد ذلك في سنته العمليه.
ذا الرجل اللي يخدم لك يدير الجمرات الوقوف بعرفه الى اخره. لذلك كاين في الحديث الصحيح خذوا عني مناسككم، يعني امشى دور العمره امشى الحجه اكلت ديوي في صلى الله عليه وسلم وكلت يحج. هذا هذه السنه العمليه. في السنه التقريريه هذه تجي السنه التقريريه شو معناها؟ يوصي الصحابه اديني اوان غادي يخدم يوث الخدمه والنبي صلى الله عليه وسلم اما اسي وافق اما كنسنقر سي كونفيرمي يؤكد اما سواوان النظر ديال شنو محتصر اللي ادي غصب اللي فهم اللي الشغل ما كاين قبل موافقه ضمنيه اما غادي يسوسم ما يسوسم النبي صلى الله عليه وسلم معناه يسير قبل اشو يغرز شتي الكونفيرماسيون سيتادير يقبل يكونفيرمي اشو يخصو صار باش الفرق بين السنه العمليه او السنه او القوليه والتقريريه الفهميه. القوليه في الانفصاص مثل ديالنا الفعليه العمليه في الانسان تخدم التقريريه ذلك دنا الصحابه نغذي يخدم السادس نغيوطي فيه إما حصل ذلك أمامه بحضرته أو بلغه ذلك فأجاز ذلك فوافق على ذلك فكيقرأ السنة التقريرية. الإسلام وكيقرأ التعريف السنة عند علماء الأصول وقال يسقى في شيء في مسائل القرآن أصول الفقه الإسلامي. تعريف السنة عند المحدثين عند علماء الحديث وكان يقدشن فين يعلم الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم اسمها المحدثون نالت اي يتفق في النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. لكن الاسلام الاصوليين ان او صفه بين قوسين خلقيه خلقيه نظر سيره في كذا قال كل حاجه كتسير من دروس المشايخ اذا درسوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. الفهم الصفه الخلقيه مثلا الخدمه شو خدم النبي صلى الله عليه وسلم اسمح لي في كذا فوسي والي اكاد والي وذم سود سيتادير النبي صلى الله عليه وسلم كيسلم على واحد يخزر في وجهه ويحكي يده هكذا الى اخره. هذه من السنه حاجه خفيفه ولكن مهمه. ندير في الجيست واحد اخر ماشي اسمح لي ضرب نسلم عليه وكان فوسي ولا فوسي شفتوا الجيست سيفرو معناه سلمت عليه وتجي راحك ويدي راحتك. لو جيست هذا مقبول ديجا من ناحيه الذوق سيفرو غير صح خاطر ضيف واحد اللي يحوك هذه الحومه يجي واحد يسلم عليه انا نديروها ما له لزوم اخطا يجي يسلم يديرها كيف كان فرصه سيفو سيتادير وراه الذوق تصرف ديال الحلاقه لو سيفيزم باش نهضروا بالسيفيزم السيفيزم يضحك في وجهك ويعطيك يدو ويشوف فيك هكا. نهار واحد يصفح هكا فما ما ينفعش. النبي عليه الصلاه والسلام لي ديتاي التفاصيل ديالها باش نفهموا وداخل في السنه خاطر ممكن واحد الناس بحال يطبق السنه 100% يدخل الجامع برجل اليمنى يخرج باليسرى صوفيتي يدير ركعتين المسجد كل شيء ما شاء الله من حاجه المعاملات زيرو سيتادير تصرف ديالك مشكله دونك كيناقشوا هذا في موضوع علمي نقول اسمح لي حتى هذه السنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمكن طرق الباب تروح زائر طرق الباب طرق خفيف استنى شويه اعطي لهم وقت الاخرين حتى شويه يطرق على يروح اللي يديروا اللي كذا وبعدين زيد شويه وبعدين زيد شويه لا ترواسيان روح خاطر كاين دو بروبابيليتي يا اما ما يرجعولكش فهم روحك
روح وما تتقلقش، ما تقولش وصلت الدار يعني الباب تضرب وما عرفوش قيمه، لا اعطوا لهم العذر، بالك عندهم العذر. واذا كان هما قالك ارجع لازم بعد البارج. سيبوصلنا خويا نروحوا نزوروه انا وياه، نروح انا باش نزوروه، وبعدين هو اسمع الشيخ الايه تقول وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وبعدين هو يقول ارجعوا ما نستقبلكمش. دروك انا وياه صديقون الايمان تاعنا، اذا كان النيفو تاعنا طلع نقولوا غير الحق، طبق القران، ربي اللي قال في القران. اذا انا وياه النيفو تاعنا ولاش نديروها اسامبلي جينيرال برا، ما نزيدو نوليو ليك نبداو نحلو. غير مرة يا جماعة الخميس نسموه الخميس إلى غير وقدرارا، ولكن لو كان نجيو ليكم نحتكموا قال حصل كونفلي بيننا وبينهم، نعرضوا القضية تعطيو الحقيقة ماشي لينا، خاطر القرآن يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. معنى ربي سبحانه يداوينا استهلونا هو معنى قلنا ما تتقلقوش، الخطر نتاعكم ما يلزمش يكون مش مليح، معليش عنده عذر، هو أزكى لكم يعني أزكى للذي رجع، للذي رجع جبرا لخواطرنا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه إحنا في العادة نتاعنا تعرف واش كاين، إما يجي واحد يزورك يتكى على هذيك الرسولات، يتكاك لحتى تجي، هو اتكال يا انت راك داخل الدار وراك مكركبين، هاكذا يقول لك من بعد عجبكش الهدف تحل، ولا واحد يطرق الباب بلا فلاص بلا فيولونس، ما يبدا عباس وعباس راح سورتو لي بورت بلاندي تاع الحليب يعطيها الجيران والله الجيران ماشي غير، ولا بعض الناس يجي تحت الباطيمون سينكيام ايطاج يا في القضاء يكلاكسوني سورتو لي جون سي فري لي جون. احنا نهضروا لا ترونسبارونس، دروس هذه لا ترونسبارونس كل شيء فيه، انا ماشي كاع في الباطيمات يجي واحد تحت يكلاكسوني ويزني يا عبد الرحمن يا في القضاء راني نستناك، وما يهموش الوقت تاع 6 تاع الصباح بعد الفجر قبل الفجر لا يرهم ليسونسيال في شغله، يقول باش تروح تسير ايطاج نصلي وخلاص. هذه مخالفه للذوق، مخالفه للاداب، مخالفه للسنه اللي عندك عليه، خاطر بعد كلمه واش قال الامام مالك واش قال الامام الشافعي واش الى اخره، وخاصه نركزوا على الوطن الامام مالك كما ذكر. طيب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا هذه الصوره البديعه نيفو عالي، خاطر هشام بن الحكيم هذا من الصحابه الكرام واش سقسى السيده عائشه المؤمنين، سقساها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان خلقه؟ تعرف اش قالت؟ كان خلقه القرآن، كان خلقه يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وكاين ايضا الصفه الاخيره وهي السيره. دونك نروحوا نخليو الاصوليين نخليو المحدثين، نروحوا الى علماء الفقه. كي نقول لك عرف لي السنه في الفقه، تقول لي السنه في الفقه او عند الفقهاء عندها زوج معاني. المعنى الاول السنه ما يقابل الفرض. اشو المعنى يس؟ تقول مثلا تقول رمضان، صيام رمضان فرض ولا سنه؟ فرض. والصيام تاع شوال سنه، والسحور سنه. لو كان تلقى واحد يسحر وما يصومش، واحد النكته قال لك واحد قال له بلا فامي نوضوني باش نسحر، قالوا كيف انت ما تصومش رمضان تسحر؟ قال له الفرض ما نديروش على الاقل دي اجر السنه، يدي اجر السنه، يديروا السحور يسحر، الوغ بالنسبه ليه يدي الاجر تاع السنه السحور. بيان سور ذاك مقبول نقبل حتى واحد استقبال اليوم. صيام رمضان فرض، الصيام تاع صيام شوال سنه صح صافي. هذه السنه هي ما يقابل الفرض، هذا هو المعنى. وكاين معنى اخر للفقهاء السنه ما يقابل البدعه. سبوسي كتسمعوا عن بدعه سنه بدعه سنه بدعه سنه، هذه ايضا نهضروا عليها
نمسوا كاع القرونات هذه ولا جماعة نمسوها كامل باش يولي واحد يعرف وقتاش يطلق بدعة ولا وقتاش ما يطلقهاش. ماشي تقول جبول كل مرة، لا، كل حاجة في الأصل. السنة ما يخالف البدعة. ما هي البدعة؟ سيأتي تعريفها في وقت المناسب في المستقبل الأيام. صافي ثوالي خد الإنسان إذا كان مشطوح. تعريف السنة عند علماء الأصول، تعريف السنة عند المحدثين، تعريف السنة عند الفقهاء. لكل مثلا نختار في هذه الحلقات العلمية موطأ الإمام مالك. قبل ما نتكلم عن الموطأ وشروط الموطأ وكذا في الدرس القادم إن شاء الله وتدوين السنة بشكل عام، نتكلم اليوم تعريف الإمام مالك. لابد من الناحية المنهجية باش نكونوا ميثوديك لازم نهضروا شوية على الإمام مالك، لازم الإمام مالك ونديروا التعريف. طبعا درت شوية خلاصة معايا الريزومي باش ما نطولش في الكلام، ندير خلاصة على الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك أولا ألف مولده، نبداو نديرو شوية تصميم تاعو. الإمام مالك هو مالك بن أنس، مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي. يماس طبعا صافي لا باس مالك اسمي أنس، مالك بن أنس، مالك بن أنس. وجديس اسميس أبو عامر عمرو، أبو عامر بن عمرو. أبو عامر يعني الجديس للإمام مالك نصح صافي. مالك لاباس اسميس أنس، جديس اسميس أبو عامر. أبو عامر وكي من الصحابة اللي كانوا حظوا بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم نصحين. وقد ذكر المؤرخون أنه شهد معظم المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم خلا بدرا، هكذا ورد خلا بدرا ما عدا بدر، يعني ذا صحبي صافي. الشديس للإمام مالك ذا صحبي. طيب يماس اسميس العالية، راكم تسمعوا الآن هنا كاين اسمه نساء اسمها العالية، اسمها العالية، يعني يمات الإمام مالك اسميس العالية. العالية بنت شريك بن عبد الرحمن جديس صافي سيماس مثلا اسم الشريك. العالية بنت شريك بن عبد الرحمن. من بيديروا متى ولد؟ زاد الإمام مالك في 93 للهجرة، يعني 93 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم عارفين أن التاريخ بدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل ذلك في عهد عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب مش مع الصحابة إن شاء الله يفنوا قصة معروفة. إلى سنة مشى الأخرى مشى نحسب إلى التاريخ الميلادي اللي صار فيه سكوا سميديو سيدنا عيسى هكا 2011 سكوا سميديو سيدنا عيسى. بعد الصحابة أنا ناس كان بداو سكوا سميديو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شو نسكوا سميديو نزل الوحي اسمي ب40 سنة. الصحابة مشاورا إلى آخره بظل يوم الراي ناس أنفذوا تاريخ كنسلمان سكوا سميه وجار النبي صلى الله عليه وسلم سي مكة المكرمة على المدينة المنورة. هذا صافي. الإمام مالك يولد ذوك سكواس عام 93 للهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 93. ولكن تابعوا سبحان الله طرق الصحابة ويفكر ربي في الزير دامر يولي قارن أنس بن مالك. أنس بن مالك في العام اللي مات فيه، في العام اللي زاد فيه مالك بن أنس. مفهوم اش معنى؟ في العام دوك سكاس يكموت وصحبي اسمه أنس بن مالك، دوك سكاس اللي يديرون مالك بن أنس. أما كنقاس الطبيعي في الغرب في السوق هي الصاف سبحان الله تيسي البركة
يقدران في التاريخ كاين الفقهاء، في التاريخ كاين العلماء دلاج الله يبارك. هي كنقولوا صدفه ولاش صدفه، خاطر يؤمن بما يسمى بالقضاء والقدر. كل شيء ولاش لوازار، ولاش لوازار. ماشي مثلا كاين لوازار ولاش لوازار، بارازار ولاش بارازار، كل شيء اسم القضاء والقدر. في من اللي ثبنا اين قدران في الدنيا ثقيل يولي تصب بها. ذلك قال القبائل قال أمذان يتحب بها ربي يتحب بها، إمذان يتحب بها ولكن ربي سبحانه كان يكتب بها. أكا إثراء في الخلافة، خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان تجي قلنا على نعود إلى هذه الحكمة التاريخية خاطر ديال المقتنين يديرون الإمام مالك بن أنس الإمام دار الهجرة. طيب نروح معلش نقطة نظام نهضر شوية في الشيوخ. الإمام مالك يسعى الشيوخ، يسعى العلماء في الصغر. هو أصلا نشأ في أسرة فيها علم وأخلاق وتربية وصلاح. خاطر كاين بعض العلماء نشأوا في أسر تاع التجارة ولا هو دار التجارة. نتكلموا بعد إن شاء الله في الحلقات عن أبي حنيفة تلقى عاش مع أسرة تاع التجارة. ولكن الإمام مالك نشأ في أسرة علم وصلاح. يولد في ثواشوت عند ثلاثة مسلم عند إلى العلم. ديجا تيولد ديال المدينة المنورة، زاد في المدينة المنورة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو عاش حتى مع تلاميذ الصحابة وهذا شرف كبير. وقال لي غير الصحابة يعاش يتسن الإمام مالك صافا ما كنقرا يعني ساعة زهر يا رب بدي يتسن يعاش يتسن التالي كان النبوة في وظيفة السهالة لكن يصلي ربي سبحانه باش يدواتي البول نتسن القطب الأئمة ديال وقتني نتوما القرن إمام دار الهجرة شيوخ. الإمام مالك أخذ العلم عن شيوخه الكثر، ما تصل الشيوخ ماشي 20 ماشي 100 ماشي 200 ماشي 11، ولكن الاستديان 70 شيوخ يجبدان يخدم الدروس. زيد مليح باش نزر لي بروموتور نزيد سمعتي في ولا بارونتيز اتفضل يخدم ممتاز مثلا خدم ماجستير دكتوراه ميموار وكذا فتلاقي يسعى بروموتور يسعى لونكادرور يعني مشرف سي نورمال بس يخدم لونكادرور بس يخدم بالشرف. ميم الامام مالك في الوقت اللي يسعى المشرفين يسعى لي بروموتور بلغه العصر. والسليكي اسمه الله يبارك معروفا في تاريخ الفقه الاسلامي. يسعى الشيوخ كثر اذكر على سبيل المثال يوم القرن ربيعه بن ابي عبد الرحمن ولكن يسعى اسم معروف ربيعه الرأي. ربيعه الرأي شفت يا ولدي خاطر الاسماء التي ساذكرها سنعود اليها في مستقبل الايام ولكن اسماء لقت السن ما سموا ربيعه الرأي. ربيعه الرأي في كيوان سي مسنوان سي الشياخ يكسران الامام مالك هذا هو الفلوس هذا وليس الشيوخ الا هو اذا قرص ابن هرمز هذا هو الورث ابن هرمز وكذا سي الشيوخ الامام مالك. الا هو القرن ابو عبد الله نافع وكذا سي الشيخ مصطفى وسرعه. الا هو القرن ابو بكر محمد بن مسلم بن شهاب وكيل اشتهر بالزهري شهاب الزهري وكيل ذا العلماء يكسر الامام مالك. الى القرن ذا جعفر الصادق انت اسمه سيف صافي غادي تسميه باش نكبر نومبرينو اللقب والاسم زي كان اسمي اسم بابا اسم جدي الى اخره وثاني اسباقي كلشي كيصوحها هذا تكسر المسألة اسم جدي كاين سورتو ولا عشان زي والله شوف لو كان سير بابا اسم جديك توزر اسمه ولا ميسي هكا وكيقاس جعفر بن محمد بن علي بن حسن وبعدين معروف اسم جعفر الصادق. شغل البرسل اللي فيه الاغتسال
الاختزال اسمه جعفر الصادق هذاك هكذا عرف. هؤلاء الخمسة اللي ساني بروموتوراكين الوكالاكين إذ العلماء المقرانا إذ يجان لي زومبرانت بصمات تنسب في الشخصية للإمام مالك، أما في الجانب التربوي أما الجانب العلمي. هي مثل الوكالاكين الشيخ المقرانا إذ جان فرنسا شمال دي الشخصية للإمام مالك، أما دي ترفكايس أما دي سيرايس أما دي مسنييس. شبيها بك باش نكونوا كامل واضحين. هؤلاء الخمسة إذا لقيتهم مثلا في بعض الكتب أكيد الشيوخ الخمسة نتاع الإمام مالك، خاطر دي بعض الكتاب أكيد في كوال يحيرك يخليك في حيرة. الشيوخ الخمسة ما الشيوخ الخمسة لا صح. لو كنت نستقصي شحال الشيوخ اللي على نبي الجامعة الدراسة هذا لو كان يشفى الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني ما تقولش الله يبارك. فبالتالي إلها غادي السنة نظر فبالتالي إذا قال لك خمسة ولكن أنوية ولكن الشيوخ يظن مثلا أكثر من 100. لو نقارن موسى بن عقبة، لو نقارن هشام بن عروة، لو نقارن زيد بن أسلم، ونقارن عمرو بن الحارث المصري، ونقارن محمد بن عجلان، ونقارن زياد بن سعيد، ونقارن عبد الله بن ذكوان، ونقارن المشهور بأبي الزناد هكذا اشتهر. هكذا اكتفي بها. لأن أتصل الشيوخ وقال سيستريان وفي كاس لوتوريزاسيون باش يدرس 70 شيخ 70 شيوخ يسيستريان باش نفهم الإمام ما كاينش مع الخير ماشي كان هكا إعادة المغاربة من بعد ما الناس أكيعنا يرتشي باش نروح للمغاربة دا ولا نخرجوا تقبايليف زي كي صار الشيخ ما يثبت القبائل على بالكم كي صار باش يقولش الجامعات زي باش المعهد مش والو أصابين الشيخ أديوي الطلبة أثني الصغار ماشي كان القراية من تربية من الحداقة هكا من بعد أسني سنين سواء أسني الشيني روح هاد الشهر يثذمات الشيني روح هاد بنزل الشيني روح هاد عين حمام أكي خدمة غير الواس يحكي لك بالنهار يسقبين تاع كل حال تلقى تلك الفواصل يعني قصيرة بين المواضيع. أمر قبل هذه التلميذ سيخدم امتحان ماشي كتابي شفوي ماشي كابر سواء يسعى الميزان لا عجب أدريني ولا إدوات باش يفهم الشيخ لي اسكو سير لي كاباسيتي سير لا كومبيتونس باش تخدمو خدم الشيخ يوني الناس كالشيخ إن كان ديني غوال لا سفل ولي زير ما استاهل غدور الشيخ الخطيب شو سينا إلا يسار ربي ذهولي غرطار ذي وفق جعل ذري وذو الفضة أن الذي سوق ثبوت ما يدي توحلين ونسبير حتى سيغ لا سفل زيد يحدى البواب ولكن الشيخ لسان الله أغرب من الصوت أو الناس في غلط الشغل يا عجبا ذاك الشغل مسكينة لا تسوي يقرب ذا شو يقرب ولينا ولكن مادام الشيخ يسعى غير ولا يسعى الميزان الناس مقارنة بالدجال اللي يوضع في النار الدجال السواق أين يسير الله ولسان الدريمة السواق الناس البغا ولا يسوق السواوال يخي شفا دا يبغى هذاك السوق بلا غادي هذاك السوق ديال الخضر غنفوز بالزوق غنتثمر السواوال هذا روح ساب بوشري هذا يقضوا اسيرك خلصت اسل الفلاني يكفى والو وريح وجه القاضي وريح وجه النوطير وريح وجه إناكان للتموين هذه الزينة كي تعزي هذه الزينة سدوث أتجرب سمانة ما يفرق سنعين أستير العقد لم ينعقد لم يبرم وهذا له أثر في الفقه الإسلامي بخصوص العقود عقود البيع إلى آخره إلى الفغاء ولا يوضال هذه السعود قرطوا لا كريديبيليتي هذه السعود فيس الجوال هذه اللغات
هذه السواق سواوان ماشي استخرات هكا هذا غاية كوريجية سوالس أمشي في كوريجي إلى ساتينا أربي تهبطوا لي أرطا يوفق جا لولي ذو الفطا ماشي يدري لي إكساس يدري لي ولا تولي جا لولي ذو الفطا أن دايدر السواق ثبوت ما يدي توحني وريسمي لحد تيانا الكوريجياس ينجح لرد 14 إنس مبروك عليه الله توضي الشيخ سيسيون نورمال تروحات 13 بوتيت سي بون هاي فرد نوغال الإمام مالك من كذا دروس 17 سنة في عمره الإمام مالك بدا يدرس وين في المسجد النبوي إمام دار الهجرة أسمي 17 سنة ويسيف كان الإجازة 70 من الشيوخ باش يسين الإمام مالك داشو ذازال إكسا جيب صفاته أتصل صفات إكسا الصفات العلمية نركزوا عليها من هذه الصفات تحري الصحة والدقة في الانتقاء سيتادير يسعون بالقرار ميزان الذهب احنا بنقول الميزان كاين الميزان تاع البطاطا كاين الميزان تاع الدجاج كاين الميزان تاع الذهب كاين الميزان تاع الصوف كاين الميزان تاع الكاميون صح بينو بينكم شكون الميزان اللي دقيق نتاع البطاطا ولا نتاع الذهب سمحوا لي التجار نتاع الذهب نتاع الذهب شفتوهم اللي يدخل لكم على سورة لي شوكيت شو يدخلوا شيء صراحة الذهب من الباب نتاع الحانوت يغلقوا خاطر ديجا الكورون ديالها ديجا والاصل انه لازم الميزان تاع الذهب يكون محاط بالزجاج ما لازمش يكون الميزان تاع الذهب مكشوف كيما الميزان تاع البطاطا نو لازم يكون محفوظ بالزجاج باش الهواء ما يدخلش سيتادير الكورون داخل خارج خاطر الذهب الجرام تاع الذهب شحال يسوى ديال العزل عندك 9000 أكثر من 200,000 وراكم أكثر من 180 وراكم كان يجوا ما يعرفوش حوالي 500,000 وطلع منذ 10 أيام قيمنا واحد الدية الشهرية سيبوسا سألتنا على باليش واحد بعد الشهر قتل واحد قتل خطر بعدين لازم دية شرعية ماشي 20 مليون ولا 40 ولا مليار قيمناها بذهب سقسيت صحاب الذهب انتم شحال يسوى الذهب عندكم؟ قالوا لي كذا وكذا وبعثت للصحراء خاطر لازم 100 إبل شحال الجمل عندكم؟ ولا على بالي شحال يسوى الجمل يكون مساعدة باقي الغبار لا صعب ترى نخدم ولاش مساعدة ديجا دوران الله يكرم رشيد في زكالي ناس شحال زكالي يسمع 50 مليون سلعة هذا الشيخ يجيك هذا 30 مليون ناس والله هذا كل أمر ديجا بالك تعرفوا الناس اللي باطل 60 مليون قد كيا طوموبيل جماعة الخير علاش قلت هذا الكلام باش نقول الإمام مالك عنده ميزان ذهب يتبع بدقة زيد حتى قال لك أيضا يأخذ العلم من الواقع مع اللي ما يخافش ربي ما ياخذش من الأحاديث اللي شرحوها بعد كي بداو يشرحوا موطن الإمام مالك ماشي أي حديث يجيب ولا ياخذ العلم من المنبع من واحد اللي يخاف ربي وفين وعنده الإتقان خاطر ما يكفيش الإمام وحده لازم الضبط والإتقان لذلك من روائع ما قال الإمام مالك واش قال؟ تعرف واش قال؟ قال إن هذا العلم يتكلم عن علم النبوة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام تاع الإمام مالك قال إن هذا العلم دين العلم هذا دين ثم قال فانظروا عمن تأخذونه شوفوا من تجيبوا ولف أن
سيدي داوي لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين كيف الجامعة إنك أدركته وفي غد 70 كبذان اللي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الجامعة النبوية المسجد النبوي إلى ذلك فما أخذت عنهم شيئا ودر في دار فلسة ودبر فلسة المدينة وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال كان أمينا لو كسر بيت المال خزينة يسعى الأمانة ويتبرر ولكن إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن إخلاصا في اللحاق ما همش من أهل الشأن هذا تاع السنة لذلك لم يأخذ منهم ذلك مثال فقط باش نعرفوا الدقة تاع الإمام مالك رضي الله عنه نتحدث قليلا عن مكانته العلمية شو قرات الساعة سيونتيفيك ساعة الإمام مالك رضي الله عنه باش طول غرف له ندوغي بواب مثل الإمام الذهبي الإمام الذهبي يجي ماشي من ولد الناس خاطر ده مستوى القرآن يخدم في كتاب اسمه طبقات الحفاظ يخدم في الإمام مالك يمكن من الجاردينس سيونتيفيك اللي كانت صعب إلى آخره لا شو دينا إنك اجتمعت لديه مناقب تفرقت عند غيره اللي كانت يسعى المياه أتصور بسعي في الأصناف من الجماعة تد غير الإمام مالك قال في هذا ينادى مزوروث يسعى الذهن الثاقب في السناف يسعى الفهم وسعة العلم يسعى كذلك صحة الرواية يسعى قوة الحجة لزاركيمو الإمام مالك يسعى الحجة القوية يسعى العدالة إنسان عادل يسعى أيضا علم بالحديث والفقه هذا كلام تاع الإمام الذهبي رحمه الله إذا نسبة نشوف هذه الخلاصة الإمام مالك هو إمام في الحديث والفقه اجتمعت لديه إمامتان إمامة في الحديث وإمامة في الفقه إذا إن شاء الله نتمتع من نظر إن شاء الله الإمام مالك كان فتصبح الخير إن شاء الله في الموطأ باش ننظر باللي يسعى سهل الإمامة ذلك دو جراد باش دكتوراه ماجستير ليسونس شويه حاصله يسعى الإمامة عندها في الحديث وكذلك في الفقه. طيب ثورة باش نبدا خمسة تاكين اش ندير في الاسم السنوية اختيار البعض يلقى سفيان بن عيينة اش إنما كنا نتبع آثار مالك نكوني نتبع آثار الإمام مالك ده مسنوي زواليثا اتبع أباك القرص قبيلي آثار الإذباع آثار آثار الإذباع آثار يناد تجو سفيان يناد مالك سيد أهل المدينة السيادة يكوين سوا شو سنعين مسلمين سنقدار كذلك دار يناد مالك إمام في الحديث إمام في الحديث صفي سفيان يناد الإمام الذهبي يناد وغيرهم من العلماء الإمام الشافعي وغيرهم من العلماء ابن مهدي وإذا سئل ابن القراش دينا إليه ما رأيت أحدا أتم عقلا ولا أشد تقوى من ذلك ولا شو في ربي لا عقل مكمالا يا أخي قراش استقبالي لا عقل ذي المعقول لا عقل ذي المعقول لغاشي نسال لا عقل لا عقل ويسال لا عقل فكيف قبيلي فهم كيف قبيلي مش أفضل مغارفة هذا نشوف ذيك الوجه نسيك أشي نسال لا عقل لا عقل ويسال لا عقل لا عقل ذي المعقول سترومي قراش لا ريزون لوجي alors وكيف غادي يدي ابن مهدي إذا كذا يسعى تقوى يعني تسبب ربي سبحانه الإمام الشافعي وبه نختم لا شو ديالنا يناد مالك ابن أنس معلم
يستعرف الإمام الشافعي. الإمام الشافعي صاحب مذهب كما تعلمون، يستعرف اش قال الإمام مالك الشيخ الأستاذ في المعلمين. إذا كذلك جعلت مالكا، كلام خطير، جعلت مالكا حجة بيني وبين ربي. الله يا رب الله ولكن صاير جعلت مالكا حجة بيني وبين ربي. أما كذا أصدقاء لكن يريك أتوقع الشيخ أصدق بأكد الفتوى أسير الشيخ يريك في سازال. آخر كلمة الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم. يعني مفرد العلماء أنواع في الثرين العلماء في الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. آخر حاجة من يموت الإمام مالك؟ يموت في السنة 179 للهجرة، صافي إيلول 93 للهجرة في المدينة، ويموت في المدينة المنورة في السنة 179 للهجرة، ودفن بالبقيع. عند ينطلق في المقبرة الصحابة في المدينة المنورة بجوار المسجد النبوي الشريف. 86 سنة عاش الإمام مالك، هذا ربي فلاس. أعطيكم الصحة على صبركم وطول نفسكم، وربي يعطيكم جميعا الحسنات ويثقل ميزانكم الحسنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.